السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة خبر عاجل. يذكر أن المحكمة الابتدائية في مراكش كانت قد أصدرت حكما بالحبس النافذ 8 أشهر بحق دنيا بطمة لعام 2020، يليه الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح بذلك المجموع سنة كاملة. وأوضح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أن هناك أدلة كافية لإثبات إدانة دنيا وشقيقتها بجنحة المشاركة في تجميع ونشر كلام وصور الضحايا من دون موافقتهم خلال أنظمة معلوماتية، بالإضافة إلى بث وقائع كاذبة تمس حياتهم بقصد التشهير بهم وتهديدهم. يذكر أن قضية حمزة مونبيبي بدأت قبل سنوات يوم أنشأ شخص مجهول الهوية حسابا على تطبيق سناب شات استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال أثرياء. والآن دنيا بطمة هي بسجن لودية بمدينة مراكش وتنتظر عفوا ملكيا. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.